قيمة كبيرة وفنان كبير. يعني تاريخه كله تاريخ مشرف. عمره ما كان ليه ما سمعنا عنه حاجة في الوسط مش كويسة، مش على مستوى مصر بس، على مستوى الوطن العربي كله الحقيقة. هادي، هو هادي فعلا، يعني فنان كبير وهادي طول عمره هادي. يعني يمكن أنا زميلته في أعمال كتير قوي، وكنا بنطلع إخوات كتير في مسلسلات كتير. الله يرحمه. يعني احنا دلوقتي لا نملك الا الدعاء وربنا يرحمه يا رب. آخر تواصل معاك من إمتى بس؟ والله انا كنت على طول يعني بنتصل وبنقعد نهزر مع بعض ومستخبيين من الكورونا، انت عامل ايه؟ ولا انا مستخبي؟ اقول له انا مستخبي. وكنت انا كلمت اشرف زكي ان الفنانين يهربوا، يقفلوا تليفوناتهم ويهربوا ويروحوا يستخبوا لغايه ما تخلص الموجه دي اللي في الصعيد، ويروحوا مهارات فبنهزر يعني على طول وبنقعد نضحك. قلت له في الاخر دي اعمار يا هادي، ولو كنتم في بروج مشيده يعني الاجل ما دام بيجي خلاص. يعني الانسان لا يملك شيء يعني، واحنا لا نملك الا الدعاء ليه. يعني احنا لا نملك الا الدعاء ليه، وربنا يرحمه يا رب. وابن بلد وجدع وفنان كبير وزي ما بقول لحضرتك يعني اسم على مسمى هادي، وهو طول عمره هادي يعني. الله يرحمه. وصيته طيب كانت ايه؟ أنا؟ كان ليه وصية معينة؟ لا والله انا يعني ما اعرفش المساله دي من المدام بتاعته هي اللي في وصيه او حاجه، المدام هي اللي عارفه الكلام ده. قل